المقابله ما كانت سهله ضد خصم عنيد، فريق اللي من القسم الثاني. كما كيعرف الجميع ان مقابله الكاس كيكونوا الفريقين نفس المستوى، كيكونوا مقابلات قويه. المقابله اليوم مشات الاشواط الاضافيه، الحمد لله تمكنا من الفوز والتاهل للدور المقبل. ان شاء الله نتكونسونطراو على المقابله ديال البطوله الوطنيه باش نحاولوا نخرجوا من سكه النتائج السلبيه اللي دزنا منها مؤخرا ان شاء الله. بطبيعة الحال الفوز عطانا حافز معنوي، سيرتو دزنا من فتره النتائج السلبيه، جا في وقت هذا الفوز ان شاء الله ندخلوا مقابله المغرب التطواني ونداركوا الموقف وندوا 3 بوان ان شاء الله. كنا عارف المقابله ما غتكون سهله، بالرغم راك عارف كاس العرش في المغرب تقدر تجي فرقه من القسم الثاني هو تقدر تخلق المفاجاه. حنا تبعنا داكشي اللي قال لنا السي سعد الشابي ودخلنا، واخا تماركا علينا البيت الاول كان مفاجاه، ولكن ما هبطناش يدينا، بقينا مامنين بالحظوظ ديالنا حتى سجلنا الهدف التعادل وسجلنا الهدف الثاني. حنا يلاه خرجنا من دابا لاكو، دابا حنا غندخلوا البطوله. تعرف البطوله فريق المغرب التطواني حنا قد نقدوا في النقاط، ما غتكونش مقابله سهله. ان شاء الله غندخلوا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه باش نكونوا في الصبوره الترتيب مرتاحين كما كيقول. الحمد لله اهم حاجه في هذه المقابلات كيبقى هو التاهل للدور القادم. كما كيعرف الجميع مقابله ضد فريق من القسم الثاني ولا من القسم هو ديما غتلقى مشاكل، ديما غتلقى العراقيل. كما شتي تمارك علينا الهدف ما هبطناش يدينا، بقينا كنحاولوا حتى الدقيقه الاخيره في المباراه وتأتى لنا هدف التعادل. نورمال من مورا هدف التعادل حاولنا باش نزيدوا الهدف الثاني قبل ما نوصلوا للبيلانتيات، داكشي اللي تشارينا. والحمد لله دابا غادي نفكروا في مقابله ديال نهار الاثنين ان شاء الله في البطوله باش نديروا باش هذه المقابله هذه تعطينا مرجع للمقابلات الاخرين ونبقاو غاديين في سكه الانتصارات ان شاء الله. ما كاينش حضور جماهيري كبير، ولكن صوت الجمهور الجزائري ديما مسموع. نتمنى ان شاء الله في قادم مقابلات يحضر بكثافه باش يساندنا في باقي المقابلات ديال لا كاس العرش لا بطوله ان شاء الله.